الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم في جميع أنحاء المعمورة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، ونسأل الله جل جلاله وتباركت أسماؤه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام لياليه إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم. على كل حال، اليوم يعتبر يوم استثنائي. شيخنا الشيخ برهان يمر بوعكة صحية. دعواتكم جميعا، نسأل الله عز وجل أن يجمع له بين الأجر والعافية. ولا شك أن الشيخ له رونق، وسأحاول أن أتقمص دوره بقدر المستطاع، ولكن دوره عظيم وجليل. نسأل الله له التوفيق والسداد والرشاد. على كل حال، في برنامجكم اليوم، برنامج هدى للناس الذي يستمر إلى نهاية شهر رمضان المبارك، الليلة سنتطرق إلى أمر هو يعتبر من خواتيم هذا الشهر. لا شك أن شهر رمضان منذ بدايته إلى نهايته شهر مبارك، وشهر فيه شهر تتنزل فيه الرحمات والبركات. ونحن الآن في الجولة الأخيرة، جولة السباق وجولة السبق، حتى نكون من الأوائل الذين نحظى برحمة الله جل وعلا، ونحظى بالعتق من النيران. الإمام ابن الجوزي يعبر عن هذه الجولة الأخيرة بالمضمار الذي يكون فيه السباق للخيول، فيقول أن الخيول الأصيلة تختزن قوتها إلى الجولة الأخيرة، فإذا جاءت الجولة الأخيرة تخرج جميع ما في جعبتها من قوة حتى تحظى بالفوز بالدرجات العلى، وتحظى بالفوز بالأوائل في هذا السباق. ولا شك أن المؤمن ينبغي أن يكون على هذه الفطنة، بحيث أنه يبدأ تدريجيا حتى إذا وصل إلى المضمار الأخير، وهي العشر الأواخر من رمضان، هذه العشر المباركات، يكون فيها مجتهدا أكثر من ذي قبل، لأن هذه الفترة هي الفترة الأخيرة التي جعل فيها ربنا تبارك وتعالى أجل الحسنات، وجعل فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. عموما موضوعنا اليوم سيتطرق إلى قوله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهنا موضوع إكمال العدة، العلماء يقولون أن العدة لا تكمل إلا بتمام صيام رمضان. فالمقصود هنا أن الشخص الذي أفطر في شهر رمضان وبقي عليه بعض الأيام فلن تكمل معه العدة إلا إذا أنهى صيامه تماما. والذي أنهى صيامه في هذا الشهر دون إفطار لا شك أنه يكون أكمل العدة، سواء كانت العدة 30 يوما أو 29 يوما على حد سواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أننا أمة أمية لا تحسب، وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم مرة أخرى قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني أنه 30 أو 29. فبالتالي إكمال العدة يكون بهذه الطريقة. ولكن ما سنتطرق إليه في هذه الليلة هو قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، والمقصود به التكبير. فهنا سنتطرق إلى موضوع التكبير وما حول التكبير. طبعا التكبير المقصود به أصالة هو الله أكبر، ولكن ربما سنفصل قليلا قدر المستطاع. وضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، أهلا بكم وسهلا.
في هذه الليلة المباركة. نريد أن نتحدث عن التكبير ابتداء، ثم ندخل في بقية ما يتعلق بشهر رمضان. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع التكبير مثل حديثنا عن التعظيم، كما أننا تكلمنا عن التعظيم أنه يعني العظمة ويعني الإجلال ويعني كذا، بالنسبة للتكبير كذلك هو خلاف التصغير. لو أردنا أن نبسط المعنى جميل. تقول كبير وصغير، وكلما كان الأمر أكبر كلما كان أعظم في ذاته وأعظم في صفاته وأعظم كذلك في تجليات خلقه. فباختصار موضوع التكبير هو كما تفضلت أن يكون هنالك معنى أن الله كبير حاضر في نفوس الناس، والله من أسمائه الكبير. ورد في أكثر من آية ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه الكبير المتعال. نعم. الله سبحانه وصف نفسه بأنه الكبير. نعم. المتعال، ووصف نفسه كذلك العلي الكبير. جميل. العلي الكبير. فارتبطت مسألة العلو بكبرياء الله سبحانه وتعالى وبأنه كبير. فعندما يقول الإنسان الله أكبر يستحضر هذا المعنى أن الله كبير. وهنا طبعا كلمة كبير لا تدركها عقولنا بالنسبة لوصفنا لله سبحانه وتعالى أو تسمية الله بهذا الاسم، لأن كل ما يمكن أن تتخيله في الأحجام فالله فوق ذلك. كل ما يمكن أن تتخيله من أحجام فالله فوق ذلك وأكبر من ذلك. هنا في الآيات على كل الآيات ربطت موضوع التكبير بإكمال العدة. جميل. ربطت التكبير بإكمال العدة، أي عندما يكمل المسلمون صيامهم يشرعون في هذا التكبير، يعني يذكرون الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف العظيم أن الله أكبر. فالله الكبير المتعال العلي هو الذي هدانا لكل ما كنا فيه. جميل. وفيها معنى آخر، وهو أنهم وهم يستحضرون هذا المعنى يجعلون كل ما عدا مطلوبات الله سبحانه وتعالى بأنها صغيرة. جميل. مقابل ما يريده الله سبحانه وتعالى. وهنا تأتي قضية أن الله أكبر من شهواتنا، الله أكبر من رغباتنا، الله أكبر من أهوائنا، الله أكبر من كل ما يتسلط علينا من عوالم الجن والإنس، الله أكبر من ما نتطلع إليه من آمال. فكل ما تتصوره أنت من قضايا يمكن أن تراها عظيمة وكبيرة، لكن الله أكبر من ذلك. هنا طبعا معنى سبحان الله معنى التكبير له دلالة عقدية عظيمة جدا، وهو أن العبد عندما يقول الله أكبر يستصغر كل شيء، يستصغر الطغيان، يستصغر العبيد، يستصغر المتكبرين، يستصغر المتجبرين، يستصغر المتسلطين عليه. وبالتالي هو كأنما يقول والله أنا أسند أمري وأحيل قضيتي كلها لمن هو أكبر من كل ذلك. يا سلام. لمن هو أكبر من كل ذلك. ولذلك سبحان الله هذا الشعار هو الشعار الذي ربما يعني تلهج به ألسن المؤمنين وتتسارع باللفظ به كذلك جماعات الجهاد والعباد والذاكرين، كل هؤلاء تجدهم بأن لفظ الله أكبر حاضر دائما في ألسنتهم. هل ممكن أن نستحضر المواطن التي شرع لنا فيها التكبير؟ نعم. هذه سآتي إن شاء الله موضوع المواطن. هذه موضوع مهم جدا، لكن فقط دعني أكمل جزئية ارتباط الآن التكبير بمسألة إكمال العدة. يا سلام. لأن سبحان الله هذه السنة النبوية موضوع التكبير عند تمام العدة. هنا طبعا الفقهاء الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد كلهم يقولون بأن والله التكبير من اللحظة التي يظهر فيها هلال شوال نبدأ نحن في التكبير. يا سلام. يعني بعد الغروب مباشرة ظهر الهلال، أعلن أنه غدا رمضان،
يبدأ المسلمون في التكبير. أي غدا العيد أحسن. غدا عدينا رمضان يا شيخ. غدا العيد يبدأ المسلمون في التكبير. نعم. هنا نلاحظ سبحان الله التكبير في شعيرتين أساسيتين. نعم. لاحظ شعيرة رمضان عند انتهائها، وشعيرة كذلك الحج عند ابتدائها وانتهائها. فالتكبير مع هاتين الشعيرتين، مثل ما أنه والله في عيد في الاثنين أيضا في تكبير في إيه؟ في الاثنين. بس هناك يمتد التكبير في الأضحى، يمتد أكثر من التكبير في أيام التشريق. لكن الإمام الشافعي في الجديد يرى بأن التكبير في الفطر آكد من التكبير في الحج، لأنه ورد هنا ولتكبروا الله، ورد في سياقات الصيام، مع أنه في القديم اللي هو في مذهبه القديم كان يرى أن التكبير في الأضحى أكد من التكبير في نعم. فعلى كل المسلمون يبدأون في التكبير إلى اللحظة التي إما يصعد فيها الإمام أو يأتي الإمام للصلاة وبعدها خلاص يتوقف التكبير، بالذات في عيد الفطر، أو يمكن أن يستمر إلى انتهاء خطبته. يعني هذه أيضا جميل. فالشاهد هنا للأسف الشديد طبعا بعض الناس سبحان الله تجد هنالك ضعف في اتباع السنة، هنالك استكانة، هنالك بعض الناس يستحي من هذا بينما كان الصحابة رضوان الله عليهم في مثل هذه المواطن، اللحظة التي خلاص يثبت أنه غدا العيد، يبدأون بالتكبير. وكان عبد الله بن عمر من هديه وإحيائه لهذه السنة في الأسواق، في الشوارع، ذاهب إلى المسجد، داخل إلى البيت، حركة التكبير لا تتوقف. فيا ليت أهل الإسلام في كل مكان سبحان الله يظهرون هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الله أكبر. ثم هنالك أثر تربوي ونفسي كبير جدا، عندما أنت بكل اعتزاز وبكل يعني اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلهج بالتكبير، هذا التكبير له أثر على القلب. فعندما يقول الإنسان الله أكبر، نعم، يكبر الله في نفسه، يعظم الله في نفسه، تتلاشى كثير من الأمور التي يراها كبيرة، تتلاشى أمام هذا الشعار العظيم الله أكبر. الله أكبر من أموالنا، الله أكبر من تجارتنا، الله أكبر من تطلعاتنا المحدودة، الله أكبر من أعدائنا، الله أكبر من الطغاة المتجبرين. فلفظة الله أكبر لها أثر على نفسية المسلم، بحيث حتى لو أنه خلاص، حتى لو افترضنا أنه والله تعرض لابتلاء، لكن يظل الله كبيرا في نفسه، لا يكون هنالك ضعف ولا هوان ولا استصغاء ولا استكانة ولا ضعف. لماذا؟ لأن هذا الشعار له أثره النفسي والتربوي في نفوس المسلمين. وبالتالي هنا نحن يعني نأمل إن شاء الله من المسلمين إحياء هذه الشعيرة من الليلة التي يكون ليلة العيد، يبدأون في هذا الشعار الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكما هو معروف طبعا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكثرون من ذلك بقدر الإمكان. وهذا على كل من الذكر المشروع في هذه الذكر مطلق، هو يعني مش محدد بلحظة معينة، إلى يعني تذكر الله سبحانه وتعالى في الشوارع، تذكر في البيوت وأنت مع أولادك، تحاول أيضا تحيي هذه الشعيرة مع الأبناء حتى يعظم الله سبحانه وتعالى في نفوسهم. هذه على كل ارتباط هذه الشعيرة تحديدا بموضوع العيد وتنتهي كما قلنا معه. أما موضوع التكبير فهذا موضوع واسع، يعني مظان التكبير أو المواطن التي يعني يكون فيها التكبير مواطن حقيقة كثيرة جدا. فمثلا لو جئنا إلى أعظم شعيرة في الإسلام، نقول ما هي أعظم شعيرة في الإسلام؟ نقول الصلاة. نعم. الصلاة سبحان الله، لاحظ الآن نحن الصيام فيه تكبير، والحج قلنا فيه إيه؟ فيه تكبير، مش كده؟ جميل. طيب الصلاة هي عمدة التكبير، عمدة التكبير هي الصلاة. ولذلك بعض الفقهاء حاول أن يعد عدد التكبيرات التي يحدثها العبد في يومه في الفرائض، فقالوا ما بين 450 إلى 457 على اختلاف في المذاهب. سبحان الله. يظل الإنسان سبحان الله أول قالوا تحريمها إيه؟ التكبير، مش كده؟ فأنت تدخل في الصلاة بالتكبير، لكن قبلها عندك الأذان صحيح فيه تكبير، عدة مرات، دخلت الإقامة فيها تكبير، يا سلام، دخلت تكبيرة الإحرام بالتكبير، انتقلت من القراءة إلى الركوع بالتكبير، يا سلام، هويت من الركوع إلى السجود بالتكبير، ما بين السجدتين تكبير. وهكذا سبحان الله تلاحظ بأن التكبير يكاد يأخذ حيز واسع جدا في موضوع إيه؟ موضوع الصلاة.
ما هو هذا التساؤل يا شيخ. نعم. يعني الآن التكبير وفعلا أخذ حيز كبير، نعم، يكاد يكون طغى على الصلاة. نعم. طيب إيش السر نعم. في أنه هنا التكبير كثير، أحسنت. رغم أنه في بعض الفواصل يعني سمع الله لمن حمده، نعم، مع أنه يمكن هو الموطن الوحيد تقريبا، والباقي كله تكبير. نعم، صحيح. طيب لماذا هذا التكبير؟ أحسنت. هو سبحان الله لأن الصلاة هي عمدة العلاقة مع الله. يعني الزكاة عمدة العلاقة مع الخلق، والصلاة عمدة العلاقة مع الحق. سبحان الله. هذه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ركيزتي الدين: العلاقة مع الخلق، العلاقة مع الحق. سبحان الله. فالعلاقة مع الحق تبدأ بالصلة القلبية اللي هي فيها العقيدة، فيها التوحيد، فيها كذا، وفيها بعد ذلك تنتهي إلى مظاهر الصلاة الحركية. فالصلاة الحركية في حقيقتها هي إيه؟ هي تجلي لإيه؟ للتكبير القلبي، للصلاة القلبية. في مكة مثلا لما كانت ترد آيات الصلاة لم تكن مشروع الصلاة بالمعنى الحالي. صحيح. مثلا لما ورد قول الله تعالى: فويل للمصلين، قالوا لم نكن من المصلين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. لاحظ هنالك كثير من الآيات تشير إلى معنى الصلاة قبل وجوبها، قبل فروضها، كحركات الصلاة المعروفة. سبحان الله. السبب في ذلك أن أصل الصلة مع الله هي التي تثبت علاقتك مع ربك سبحانه بالتوحيد. طيب إيش هي الصلاة المعنية قبل فريضة الصلاة؟ التوحيد. يا سلام. أيوه، أول صلة تبنيها مع الله أنت بإيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أقمت صلة. يا سلام. أقمت الصلة الأساسية بينك وبين الله بهذا الموضوع. ولذلك سبحان الله حتى اختلاف الفقهاء في تكفير تارك الصلاة بالمعنى الثاني لبنائهم على المعنى الأول. يا سلام. لبنائهم على المعنى إنه والله إذا توفرت له التوحيد، توفر له الصلة مع الله، التوكل، الرغبة، الخشية، الأمور، الجانب القلبي هذا إذا موجود، الجانب الحركي هذا لا يهدم الأصل. كلام جميل. سبحان الله. لاحظ كيف أنهم يعني القضية ليست إنه فقط في اختلاف أحاديث الصلاة والتكفير أو لا، هل والله له صلة أم ليست له صلة. قالوا إذا انقطعت الصلة الأولى فيسمى مجرما، والجرم هو القطع. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لاحظ هنا الآن هدم للأصول، هدم للصلة مع الله وهدم للصلة مع الخلق. نعم. هدم الأصلين. نعم. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الإطعام مع الخلق. أيوة. والصلاة مع الله جل وعلا. وكنا نكذب بيوم الدين، كنا نخوض مع الخائضين. لاحظ. فهم هذه الرباعية سبحان الله تبين لك أنهم فعلا إيه؟ أهل إجرام. الله. ولفظة الإجرام في القرآن الكريم لا هي تأتي في أقصى درجات القطيعة. أقصى درجات القطيعة مع الله تجد فيها لفظة إيه؟ إجرام. فهنا على كل، ليش الصلاة بالذات احتجنا فيها إلى التكبير؟ لأنها قلنا صلة مع الله. لتقيم علاقة مع الله لا بد أن تقدره حق قدره. أنت تقيمها على أي أساس؟ يا ربي أنا أقيم العلاقة معك على أنك أنت الخالق وأنا المخلوق، أنت السيد وأنا العبد، أنت الكبير وأنا الصغير، أنت العزيز وأنا الذليل، يا سلام. أنت الغني وأنا الفقير. هذه المعاني كلها تضعها في قالب إيه؟ الله أكبر. يا سلام. فأنا والله أقبل على الصلاة التي هي حق لله سبحانه وتعالى بأعظم ما يمكن أن أصف الله به أنه كبير. يا سلام. أنه كبير. طيب أليست لك هموم وأنت تقبل على الصلاة؟ لا شك. لك أحزان، لك هموم، لك غموم، لك مشكلات، لك كذا، لك ومن كذا. يخلو منها؟ أحسنت. كأنما تقول يا ربي كل ذلك مثقل علي، يثقل كاهلي، وهو أحمله على ظهري، لا يخفف منه إلا عظمتك وكبريائك. سبحان. فأنت يا ربي أكبر من همومي وأكبر من غمومي وأكبر من أعدائي وأكبر من رقباتي وأكبر من تطلعاتي. فيا ربي أضع نفسي بين يديك. يا سلام. يعني ليس هنالك وأنا أكبر الله في نفسي ما هو أعظم منك. سبحان. طبعا هذا المعنى استحضاره سبحان الله عقائديا، يعني استحضار هذا المعنى في الصلاة. ليست القضية إنه والله الله أكبر سماء، لا. هل والله عندما أقول الله أكبر، الله أكبر، هل فعلا الله أكبر؟ لأن نقارنها الآن بالمعاصي. أنت صاحب دكان، هل والله الله أكبر عندما يأتيك الحلال والحرام؟ يا سلام. تستحضر هذا المعنى إن والله الله أكبر وأمره أكبر
وبالتالي أنا مستحيل أن أعصي الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه أنا قلت في صلاتي إيه؟ الله أكبر. إذا عندي رغبتي يجب أن تكون إيه؟ تحت أمره سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن اللحظة التي أعلي فيها رغباتي وتطلعاتي على أمر الله لم يكن الله أكبر على الأقل في نفسي، في هذه اللحظة التي أنا أفعل فيها فأصبح هناك مغالطة. ولذلك سبحان الله استحضار معنى التكبير في الصلاة وهذا المعنى، أنت تعظم الله وتقدره حق قدره وتقول يا ربي وضعت نفسي بين يديك ودبر لي أمري واحلل كل عقدي فأنت الكبير، ليس لي هنالك جهة ألجأ إليها بعدك. لماذا؟ أنت الأكبر، لمن ألجأ بعدك يا رب العالمين؟ سبحان الله. طيب أنت يا ربي أقدم إليك وأنا محب وأنا أرجو رضاك وأرجو رحمتك وأرجو جنتك، فليس هنالك من أطلب منه ذلك لأنك أنت الأكبر الذي يطلب منه كل هذه المطالب، الكبير المتعال العلي الكبير. فهذا المعنى سبحان الله يصل الإنسان من عالم الأرض إلى عالم السماء، تصل به إلى هذا الجانب. وبالتالي كثير من العلماء الذين تكلموا في معنى التكبير في الصلاة يمكن استصحبوا هذا الموضوع. فإذا نحن لاحظ هذا الآن معلم من المعالم موضوع الصلاة. المعلم الثاني مثلا عندنا الآن في رؤية الهلال، رؤية الهلال يكون مصحوبة بالتكبير. الآن هذه حركة الأفلاك. نعم. هذا التغير لأن هنالك من يتصور أو في مرحلة تاريخية معينة من تصور بأن والله القمر يمكن أن يكون إله، النجم يمكن أن يكون إله، الشمس يكون إله. مش كده؟ إبراهيم عليه السلام نعم. ما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. بالنسبة لنا لأن هذا المعنى التوحيدي حاضر في نفوسنا، فلما نرى الهلال نقول الله أكبر، حتى ننفي عن هذا المخلوق صفة الألوهية، نفارق فيها كما أننا مأمورين أن نفارق اليهود والنصارى في كثير من عقائدهم، مطالبون كذلك بمفارقة الوثنيين والصابئة وغيرهم ممن يربطون عقائدهم بالأفلاك. أيضا نربط الله أكبر. لاحظ قال فلما رأى قال هذا أكبر، لكن الله أكبر. نعم. لماذا؟ لأنه في النهاية إبراهيم انتهى إلى هذا الوضع، انتهى إلى أنه والله هذا متحول، هذا صغير، هذا كذا. في النهاية انتهى إلى أنه الله لا، وجه أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نحن نقول الله أكبر عند رؤية الهلال فنفارق بذلك. طيب نقول كذلك الله أكبر عند قدوم المولود الجديد، تصحت الأحاديث على في هذا الموضوع. فأول ما نبدأ به مع أطفالنا نستقبلهم في الحياة نستقبلهم بالتكبير، نستقبلهم بالآذان، نستقبلهم بالإقامة. سبحان الله. فهذا أيضا من المعاني على كلنا التي ترتبط. أيضا موضوع الحج التكبير فيه واسع، لو تتبعت بالتفصيل قضية التكبير، يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبدأون من لبيك اللهم لبيك، يبدأ التكبير أيضا مصاحب. إذا دخلوا إلى الكعبة إلى البيت الحرام فهم يكبرون، عند الطواف يكبرون، عند صعود المواقع العالية يكبرون، عند الذهاب إلى عرفة. هذا التكبير يظل أيضا مصاحب لنا في موضوع الحج. كذلك عند ركوب الدواب. جميل. عند ركوب الدواب أيضا مرتبط موضوع التكبير به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سبحان الذي سخر لنا هذا. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره ويفرح به كان يكبر، وكذلك المسلمون. نعم المسلمون أي أمر كذا يقول الله أكبر. نعم هكذا سبحان الله. اعتادت الألسن. نعم سبحان الله. أي نعم. فعند الفرح وعند الأخبار السارة وكذلك عند صلاة الاستسقاء. نعم. أيضا عندنا في الاستسقاء موضوع التكبير، حتى في صلاة العيدين عندنا موضوع التكبير. فاحنا كلنا التكبير حقيقة حالة حاضرة كمشهد يومي في كثير من حركات هذا العبد المسلم. لماذا؟ لأن موضوع التكبير يشكل حالة عقائدية، حالة سلوكية، حالة روحية بالنسبة للعبد المسلم. فهو في كل شيء ما بين اسم الله ويقول بسم الله وما بين تكبير الله سبحانه وتعالى. بسم الله في بداية كل أمر. نعم. والله أكبر في مسيرتك كلها، يعني أنت تبدأ بالبسملة
ولكن بعد ذلك يظل التكبير هو إيه؟ التكبير هو الحاضر. لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر بداية الرسالة ماذا قال؟ وربك فكبر. وربك فكبر، وربك فكبر وثيابك فطهر. ومعنى ذلك أن الدعوة إلى الله والقيام بواجبات الدين وواجبات الرسالة يحتاج أن يكون الله كبيرا في نفوسنا. جميل. أن نعظم الله، أن نقدر الله سبحانه وتعالى، ومسألة التكبير هنا أنا يمكن نفس ما قلناه في موضوع التعظيم. الله كبير الذات وكبير الصفات وكبير الأسماء، فكل ذلك متحقق في الحديث ذو شجون. هياكم. ولا زال الأمور الروحية بالنسبة للتكبير نعم. لا زال فيها يعني بون أو شوط كبير، ولكن سيكون هذا بعد الفاصل إن شاء الله. انتظرونا. بارك الله فيكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ثم قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدره عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإيذاء. في ناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجار، يقول البر والفاجر. من الفجار اللي ممكن الله ما شاء. شايف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجل ملهم. إيش يعني رجل ملهم؟ دائما توقعاته تكون في مكانها. هذا الرجل الملهم. قال الله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم مجادل. يجادل من يا إخواني؟ يجادل الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان. عدنا إليكم أيها الأكارم، ولا زلنا في موضوع التكبير. والله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا شك أن التكبير بالذات في تلك الحقبة، في حقبة النبي صلى الله عليه وسلم، لها وقع عظيم على نفوس الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا معاصرين لتلك العبادات التي كانت تقدس وتعظم وتكبر غير الله جل وعلا. فهنا التكبير في حقهم كان له أثر عظيم وإبطال لتلك المعبودات. وما زلنا مع شيخنا الشيخ حسن سلمان نستكمل ما بدأناه في موضوع التكبير، ولكن ما أريد أن أسأل عنه لماذا ربنا تبارك وتعالى بعد آيات الصيام ذكر موضوع التكبير؟ يعني لماذا لم يكن مثلا الحمد والشكر، وإن كان الشكر جاء ثم بعد ذلك، ولكن الله جل وعلا قدم التكبير على الشكر ولعلكم تشكرون. فبالتالي ما هي الحكمة التي يمكن أن نستنبطها من ذكر التكبير بعد موضوع الصيام؟ نعم. هنا تلاحظ بأن على كل موضوع يحتاج تتبع في آيات القرآن الكريم في مواطن التسبيح ومواطن التكبير. جميل. مثلا يعني القضايا التي يحتاج فيها الأمر إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى يرتبط ذلك بالتسبيح. المواطن التي فيها مثل هذه، يعني هنا في هداية، في إنزال القرآن، في صيام، يرتبط بمعنى فيه الجلال وفيه الإكرام وفيه العظمة. يعني ليس كما هو مثلا الذين مثلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا، ليس من هذا، لأن هناك قال فتعالى الله. نعم. فهنا نلاحظ بأن المسألة ارتبطت بأمر فيه هداية، فيه تنزيل للقرآن الكريم، فكلها قضايا عظيمة. جميل. ومنح امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. فكأنما هنا الموطن موطن إيه؟ موطن تكبير الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى، جلال الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت لأنه لا ننسى فيه هنا مسألة تنزيل القرآن الكريم من العلي الكبير سبحان الله، لاحظ، من الكبير المتعال. فاقتضى والله أعلم اقتضت الحكمة هنا أن نكبره جل جلاله، لأن العلو والتكبير مرتبط مع العلو بالنسبة لوصف الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال. الكبير يمكن في آيتين في سورة الحج وآية أخرى كلاهما يصف الله سبحانه بأنه العلي الكبير، العلي الكبير. فهذا الموطن على كل يعني استحق أن يكون موطن للشعور بعظمة الله، الشعور بكبرياء الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان في هذه المواطن يعظم الله سبحانه وتعالى بما جاءته هذه الهدايات الإلهية. فكأنما الموطن موطن تكبير وليس موطن تسبيح، يعني والله أعلم. طيب، هنا في حالة التكبير طبعا ما يتبادر إلى ذهني أن كثيرا منا ربما حينما يقف يكبر الله جل وعلا في التكبير المتكرر في الصلاة، ربما كثير منا لا يستشعر هذا المعنى أو هذه المعاني الجليلة. ولكن أحيانا بعض الناس لما يكون هناك أمر طارئ أو أمر فيه مصيبة أو ما شابه ذلك، إذا جاء الفرج تجدهم يكبرون وبقوة، وربما في هذا الموطن فيه استشعار أكثر. لماذا هنا غير وهنا غير؟ يعني في الصلاة نحن أصحاب هموم، عندنا إشكاليات كثيرة ونكبر، ولكن الاستشعار ضعيف، هذا إذا كان موجود. بينما في الأمور الحادثة والأمور الجسيمة إذا فرج الله سبحانه وتعالى يكون هناك تكبير من أعماق القلوب. يعني كيف نوازن بين هذه الأمور؟ هو على كل في كثير من العبادات سبحان الله نحن نتقلب بين الاضطرار والاختيار. جميل. فالحالة التي ذكرت قضية أن الإنسان لما تكون عليه مصيبة هو غالبا ما يكون مضطرا،
وربما سأل الله سبحانه وتعالى في حالة الاضطرار: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ففي لحظة الاضطرار دائما استحضار المعنى أعظم من لحظة الاختيار بالنسبة للعامة. طبعا بالنسبة للعامة الخواص وضعهم مختلف. الخواص كثيرا ما تتساوى عندهم الاختيار والاضطرار، بل تجدهم في لحظات الاختيار لأنهم يتعاملون مع الله بمنطق مختلف عن منطق العامة. فهو في كل أحواله معظم الله، في كل أحواله مكبر الله، وبالتالي وهو داخل إلى الصلاة حتى لو لم يكن المعنى الاضطراري موجود عنده، لكن تجد هو لأنه ينظر إلى أحواله كلها مقابل في تعامله مع الله أن الله أكبر، فحاضر عنده هذا المعنى. لكن بالنسبة للناس اللي فيها شيء من الغفلة تستحضر هذا المعنى عند الاضطرار. عندما يكون الإنسان مضطر يستحضر هذا المعنى. لكن نحن نريد أن ننقل الناس من الاضطرار إلى الاختيار. جميل. كما يقول العلامة الشاطبي عليه رحمة الله لما تكلم عن مقصود إنزال الشريعة، قال: والشريعة مقصودها إخراج المكلف من دائرة هواه حتى يكون عبدا لله اضطرارا كما هو عبد لله اختيارا، كما هو حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. فنحن كلنا عبيد لله عند الاضطرار، حتى المشركين كلنا. العبودية الاضطرارية ما خاضعين لها. صحيح. يعني من منا الآن اختار ميلاده ووجوده واختفاءه وغيابه ووالده؟ ما في حد. هذه عبودية اضطرارية، كلنا فيها مثل إيه؟ مثل حركة الكون كله. نحن عندنا عبودية اضطرارية في جزئية. سبحان لذلك لما الناس يتكلموا عن الجبر والاختيار في الإنسان، في مساحات فيها مجبور غصبا عنك. أنت ماشي ما معروف متى تتوفى، ولا معروف متى تمرض، ولا معروف متى تشفى. هذه كلها أمور خاضعة لقوانين إلهية ليس لك فيها دخل. لكن الله لا يريد منا ذلك. العبودية الاضطرارية هي عبودية الأفلاك والأشياء والأملاك أو الملائكة. هذه عبوديتهم، عبودية اضطرارية. برمجوا السيستم حقهم كله على الطاعة. سبحان الله عز وجل لما أراد أن يوجد هذا الكائن المكلف المكرم أراد أن يجعل فيه عنصر المشيئة. ولذلك كان بعض العلماء يقول: تتجلى عظمة الإنسان أحيانا في معصيته لا في طاعته. في معصيته إذا تاب، بمعنى هو عصى ولكنه إيه؟ تراجع. هذه غير متاحة للملك. ملك ما سيستم واحد، غير متاحة لعوالم الأشياء. الآن الشمس تمشي في اتجاه واحد كل يوم لكن هذا الإنسان سبحان الله يعيش حالة الاضطراب. سبحان الله. لاحظ، ونحن يومها لما تكلمنا عن مفهوم الناس تكلمنا عن عدم الاستقرار والاضطراب، فهو مضطرب. اضطرابه سبحان الله مأخوذ من الاسم، مأخوذ من هذا الاسم، فهو مضطرب. وبالتالي فيه هذه الميزة. فالله سبحانه وتعالى في الإنسان أبرز قيمة الاختيار سبحان الله، في أنه بمحض اختياره من غير أن يكون هنالك إكراه عليه من أي طرف من الأطراف، الله ركب في هذه الخاصية. عنده الإمكانية أن يرفض وعنده الإمكانية أن يقبل. وهذا المعنى بالذات نعم هو الذي يكسر شوكة الذين يقولون الإنسان مجبور على المعصية ثم لا ليس. سبحان الله. لذلك أخطأ من قال رميت به مقبولا في الماء وقلت له إياك أن تبتل بالله. لا، ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى جعل له مشيئة، جعل له مشيئة يستطيع هذا الإنسان وفق خيارات معينة أن يقول لا أو نعم. وهنا ميزته وهنا عظمته وهنا تكريمه. صحيح. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من حيث التركيبة هذه موجودة. ثم من شاء فليؤمن وله تبعات، ومن شاء فليكفر وله تبعات. سبحان الله. يعني التبعات سواء كانت تبعات دنيوية أو كانت تبعات أخروية، المهم أنت اتخذت القرار يجب أن تتحمل تبعات إيه؟ تبعات هذا القرار في الدنيا والآخرة، طبيعة الحال. جميل. فالمعنى الاختياري هو الذي سبحان الله يبرز لنا في هذا الجانب. يعني كيف ننقل الناس من حالة الاضطرار العبودية الاضطرارية إلى العبودية الاختيارية، كيف ننقلهم من عبودية أصحاب الحاجات إلى العبودية المحبة لله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله حتى توبة أصحاب الحاجات اللي يسميها ابن القيم عليه رحمة الله توبة أصحاب الحاجات. بعض الناس يكون تائب لأنه مر بنكبة، فإذا انجلت عنه هذه التوبة عاد إلى وضعه، فيقول توبة أصحاب الحاجات. لا، نحن نريد توبة أصحاب الاختيار، أن والله تبين للإنسان مخاطر المعصية ومآلاتها
وسخط الله على صاحبها إلى غير ذلك، فيقرر الإنسان من تلقاء نفسه أن يتوب، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك، فسلك هذا الدرب اختيارا. جميل. حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. فنحن في موضوع الصلاة ندخل إلى العبودية الاختيارية بمحض إرادتنا. سبحان الله. بمحض إرادة. لا أحد الآن يسوقك إلى الصلاة سوقا، أنت محض إرادتك، عظمت الله، كبرت الله، تجل الله سبحانه وتعالى، فجئت إلى الصلاة وقد سمعت نداء الله أكبر. لاحظ من لحظة النداء قال الله أكبر، لأن الله أكبر. في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين كانوا يقولون رسول الله كان يكون في حاجة أهله، يخيط، يعمل، يساعد، فإذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، ينطلق مباشرة إليه. لماذا؟ لأنه عظم الله سبحانه وتعالى. فهنا نلاحظ بأن التكبير وفائدته سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، هذا المعنى طبعا هو المعنى الأهم في تقدير الذي يجب أن يبرز ويجب أن يظهر ويجب أن يكون حاضرا في حياة المسلم. طيب، هل موضوع التكبير الذي كنا نتحدث عنه واستحضار هذه المعاني الجليلة العظيمة هل له ارتباط بموضوع الخشوع؟ طبعا كلما كانت لفظة التكبير خارجة من القلب والعقل والنفس ومستحضرها العبد، بطبيعة الحال خشوعه سيكون أكثر من خشوع الشخص الذي بس تلفظ بها. ما نحن طبعا دائما الذكر إما أن يكون ذكر قلب، وإما أن يكون ذكر لسان، وإما أن يتوافق القلب واللسان. جميل. فالذي توافق قلبه ولسانه اللحظة التي قال فيها الله أكبر. وهنا سبحان الله، شوف بعض الفقهاء ونحن ندرس الفقه كنا نتعجب في إنه والله يقول لك اللحظة متى تكون لحظة استحضار النية. يقول لك عندما تقف وقبل أن تكبر. جميل. لاحظ كيف أنه ليش هذا، يعني أحيانا نقول والله ما الجدوى إنه والله يشدد على الناس، ما خلاص الشخص يتحرك من بيته وجاء ناوي الصلاة. لا، هو يقول لك قبل أن تدخل حدد أنك والله تريد أن تصلي الفرض الفلاني، تعزم وتنوي ثم ثم تكبر. هذه كلها سبحان الله فيها هذا المعنى، فيها فائدة أن الإنسان يخرج من الشواغل. يعني ما تجي كده داقش كده الله أكبر، لا، قف واستحضر هذا المعنى، معنى أنك والله تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك السلف رضوان الله عليهم كانوا يقولون ضع الجنة عن يمينك والنار عن شمالك والله من فوقك والصراط تحت قدميك. هذا المعنى. ليش كل ذلك؟ لأنهم يريدون أن يؤدوا معنى التكبير. سبحان الله. وفي نفس الوقت الذي يقول الله أكبر معناها يا ربي لا يشغلني عنك في الصلاة شيء. لماذا؟ لأنه كل ما سواك ليس أكبر منك. لا أكبر من الله. لا أكبر من الله. وبالتالي أنا دخلت عظمت الله، كبرت الله، أجل الله سبحانه وتعالى من أن يشغل أو تشغلني الصغائر عن الأمر الكبير. سبحان الله. أن تجل يعني. وهذا طبعا من السفه وقلة الحياء أن ينشغل الإنسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا، كلنا طبعا في هذا الاتجاه مقصرون يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الناس يتفاوتون قال منهم من يخرج بنصفها ومنهم من يخرج بربعها ومنهم من يخرج بثمنها ومنهم من لا يخرج بشيء، مع أنهم في صف واحد، لكن تتفاوت الناس سبحان الله بالقلوب. تتفاوت الناس بالقلوب في هذا الموضوع. والقلوب ليس فقط تتفاوت في عظمتها وجلالها إجلالها لله، وتتفاوت كذلك في استحضارها لمعاني الصلاة، لأنه فرق كبير جدا بين شخص كبر ثم دخل في القراءة الحمد لله رب العالمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه أراد أن يدخلك في حالة من التفاعل بينك وبين الله. سبحان الله. لما يقول الحمد لله رب العالمين مباشرة النبي يقول لك حمدني ربي. لاحظ الله هكذا يرد عليه، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي. فأنت في حالة مجرد أن قلت الله أكبر دخلت سبحان الله في علاقة مع الله سبحان الله. وهنا تستحضر معنى القرب. وإذا سألك عبادي، الآية اللي بعدها طوالي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا القرب سبحان الله الذي يكون فيه هذا الهمس الذي ربما يغفل عنه كثير من الناس. أنت لما تشعر بأن الله يتجاوب معك، سبحان الله، يتجاوب معك، قلت الحمد لله، الله يرد عليك، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فتنتهي سورة الفاتحة وأنت في
في اتصال مباشر مع الله سبحانه وتعالى. وهذه سبحان الله فكرة الصلاة، يعني قضية الصلاة. لما كتب الإمام أحد أئمة السلف لما كتب قدر الصلاة، لها هذا القدر العظيم لأنها هي الصلة، وتنتهي سبحان الله في الصلاة تنتهي العلائق كلها وتنتهي الوسائط كلها، يعني لا في وسطاء لا في مباشر، أنت في صلة مع إيه؟ مع أكبر، يعني الكبير المتعال العلي الكبير، فأنت في صلة معه، يجب أن لا يشغلك عنه ما سوى ذلك. سبحان الله. نعم. إذن شيخنا، الصلاة أو الأمور التي نكبر الله جل وعلا لأجلها ليست مجرد حركات وليست مجرد يعني ألفاظ نقولها، إنما هي يعني استشعار نابع من القلب، بحيث أن الإنسان يؤدي هذه الصلاة استشعارا لقربه من الله، استشعارا لمحبته لله، استشعارا لإجلاله لله جل وعلا. ولذلك حينما ذكرت أن تكبيرات الأذان هي المؤشر الأول، حينما يؤذن المؤذن ويعلن للدنيا كلها أنه لا كبير أكبر من الله جل وعلا، فالله أكبر. هنا ينبغي المؤمن أن يتفاعل مع هذا النداء الذي يعلن هذا الإعلان العظيم، فيبدأ شعائر الصلاة قبل أن يذهب إلى بيت الله، بحيث يتطهر ويستشعر هذه المعاني من داخله. فإذا جاء ليقف بين يدي الله جل وعلا في هذا الموطن، لا شك أنه حينما يرفع يديه ليكبر سيستشعر هذا المعنى. ولذلك يا شيخنا، أنا لازلت أقول أن في تعليمنا للصلاة هناك قصور كبير. نحن تعلمنا ونعلم الناس أن الصلاة عبارة عن حركات، بينما الحركات هذه هي تابعة لما ينبع من القلب. هذه الحركات تأديتها ليس بالأمر العسير، ولكن استحضار هذه المعاني، هذه الأمور التي يريدها الله جل وعلا منا. الله عز وجل لا يريد أجسادنا هذه تابعة، يريد أرواحنا ويريد قلوبنا. فلذلك لابد أن نتعلم أن قضية الصلاة أو الأمور أو الشعائر هي مشاعر قبل أن تكون شعائر. فبالتالي هنا سيستحضر المؤمن بين يدي الله جل وعلا حينما يقف للتكبير، والمؤمن حينما ينتهي من صيامه ويبدأ بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هنا أيضا سيستحضر أن هذا دلالة على عظمة الله جل وعلا، بحيث أنه سطر لنا هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الصيام، ثم أمرنا بأن نكبره. بل ينبغي أن ينبع هذا من عند أنفسنا، نكبر الله جل وعلا على أن منحنا هذه المنحة العظيمة. ولذلك من عرف أن الصيام هو موضوع منحة إلهية سيستحضر يعني تكبير لماذا يكون في هذا الموطن وفي بقية المواطن. لو تعطينا تعليق أخير، لأننا يبدو أننا سنختم والله المستعان. أحسنت. حقيقة هذه الأمور سبحان الله التأمل فيها ضروري، وخاصة كثير من الشعائر تربط بين الظواهر والحقائق. يعني نموذج بسيط، الله سبحانه وتعالى في الصلاة ربط لنا ما بين مفهوم الطهارة المادية ومفهوم الطهارة المعنوية. كيف أنه والله تبدأ بالطهارة الظاهرية، هذه تتوضأ، هذه طهارة يجب مباشرة، هي حقيقة هذه تهيئك لإيه؟ الطهارة الباطنية. يا أخي أنت ماشي للصلاة الآن، تطهرت توضأت، إيش معناها؟ معناها التطهير. إيش معنى التطهير؟ إنه والله إزالة كل ما يعلق بالإنسان من أدران من أوساخ من كذا. ليس هذا المقصود، هذه تهيئة. أنا أهيئك نفس الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فيديك معنى إنه والله ليس المحتاج هو الفقير، لا أنت المحتاج. لما محتاج تتطهر. طهر من الشح، من البخل، من أمراض القلوب التي حقيقة يعني يبتلى بها الغني، فأنت محتاج أن تتطهر. كذلك في الصلاة قال لك تطهر هنا، لكن اذهب الطهارة الكبرى وين؟ الطهارة الكبرى أن تبدأ بالله أكبر وتستحضر كل، وبالتالي التطهير الداخلي يبدأ بالتطهير إيه؟ بهذا التطهير الذي ذكرناه فيه. ولذلك كثير من الأشياء سبحان الله مرتبطة بهذا الشكل. ثم كيف أن التكبير ارتبط من اللحظة الأولى بالدعوة الإسلامية.
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. بالإنذار. يعني لا، أعظم دعوة سيقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم هو القيام. ومربوط طبعا سبحان الله القيام في الدعوة وتكبير الله مرتبط أيضا بقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. كيف إنه والله هناك محتاج قيام ليل يستعين فيها على الله بالتكبير وكذا ويتقوى بذلك ليقوم بواجب الدعوة. فمرتبطة السور نفسها، تجد أنه سبحان الله مرتبطة في هذه المعاني. وبالتالي كما تفضلت نحن حقيقة محتاجين إلى القوس في أعماق هذه الدلالات. نعم. هنا سبحان الله حتى أختم حديث ولا أطيل، يعني ليش إنه والله الصيام انتهى معنا بالتكبير؟ الله طلب منا الامتناع عن الطعام وعن الشراب. لو سئل أي شخص أليست هذه ضرورات وغرائز مركبة عندك؟ لكن لما قال لك الكبير جل جلاله اتركها، تركتها لأن الله أكبر. يا سلام. هي محببة عندك ولذيذة لكن قال لك اتركها. يفترض أن تخرج من الصيام ببوابة فيها التكبير، بمعنى يا رب سأخرج إلى ساحة الحياة وأنت الأكبر من كل شقباتي. إذا كان والله أنا الغرائز الأكل والشراب أخذت دورة كاملة، شهر كامل قلت لي امتنع عن الأكل وعن الشراب في ساعات معينة والتزمت يا ربي، فإني أتهيأ يا ربي للسير في الحياة كلها وفق ما أمرته. كما أمرتني في الصيام سأنزل إلى الأسواق بأمرك، سأنزل إلى ساحات الحياة بأمرك. لماذا يا رب؟ لأنك أنت الأكبر. هذا الدرس العظيم حقيقة التي يجب أن نخرج به إن شاء الله من هذه الشعيرة العظيمة. الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا شك أن التكبير في نهاية صيامنا ورجائنا إلى الله جل وعلا أن يتقبل منا هذه الأعمال، نختم هذا العمل الجليل وهذا العمل العظيم بتكبير الله عز وجل وتعظيمه. لا شك أن الله أكبر من كل شهواتنا ومن كل رغائبنا ومن كل ما يخيفنا، ونحن مستمرون في تعظيم الله وتكبيره إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى في خاتمة هذا الأمر. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. بارك الله فيكم جميعا. نلتقيكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان